في يوم من الأيام 2 لصوص دخلوا فيلا فخمة، جلبوا المكان لحد ما لقوا الخزنة. اللص الكبير بخبرته فتحها من غير لا كسر ولا دوشة، ولما فتحها الفلوس كانت مالية المكان. طلع اللص الكبير الفلوس وقعد على الكرسي بكل برود، وبص للص الصغير كده وقال له طلع ورق الشدة من جيبك. الصغير اتصدم وقال له ايه ده، نهرب بقى بسرعة قبل ما حد يحاسبينا، ولو عاوز نلعب في البيت. بس الكبير بص له بقسوة وقال له انا القائد، اعمل اللي بقول لك عليه وافتح التلاجة، هات 3 بيبسي و3 كوبايات. الواد وهو بيرتعش طلع الورق وبدأوا يلعبوا ويشربوا كأنهم في كافيه مش في جريمة سرقة. وفجأة الكبير قال له شغل التلفزيون وعلي الصوت على الآخر. اللص الصغير خاف وقال في نفسه ده أكيد اتجنن، بس سمع الكلام. ويادوب صاحب الفيلا صحي من النوم، شافهم طلع المسدس وقال انتوا بتعملوا ايه هنا يا حرامية؟ أي حركة هضرب في المليان. لكن اللص الكبير رد بمنتهى الهدوء العب ما تدلوش أي اهتمام. صاحب الفيلا اتصل بالشرطة وجت الشرطة وهو واقف بيقولهم هم دول اللي سرقوني، شوف الفلوس اهي قدامهم. بس اللص الكبير ضحك وقال للشرطة ده كداب، عزمنا نلعب معاه، ولما خسر كل فلوسه هددنا بالمسدس وقال هنبلغ الشرطة ويقول اننا حرامية. الضابط بص حوالين المكان، بيبسي موجود، ورق كوتشينة موجود، تلفزيون صوته عالي شغال، اللصوص قاعدين ولا كأنهم في خطر. قال لصاحب الفيلا انت بتلعب قمار في بيتك، ولما خسرت اتصلت بينا، تاني مرة هحبسك. وسابه ومشي. وقبل ما يخرجوا اللص الكبير قال للضابط معلش يا باشا لو سبتنا ممكن يقتلنا. وخرجوا ومعاهم الفلوس وتحت حماية الشرطة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنى قصص تانية أغرب من الخيال. بس كده، سلام.